في ايه يا سلطان؟ انت صحيح بوظت التلفزيون الجديد اللي احنا اشتريناه؟ تلفزيون ايه بس يا ماما اللي بوظته؟ يا ماما انا مبوظتوش. ده في بنت طلعت من تلفزيون وكانت قاعده هنا في المكان ده بالظبط يا ماما، وكانت عماله بتعيط. يا سلام، وانت فاكر بقى لما تعمل الشويتين دول عليا انا هقول لك بقى فداك يا حبيبي التلفزيون؟ لا يا روحي، ده انا هكسره على دماغك. يا ماما صدقيني يا ماما، انا مش بكذب، صدقيني هو ده اللي حصل. بس بلاش كلام عبيط. قال في بنت خرجت من التلفزيون، قال انا هجرب التلفزيون دلوقتي ولو ما اشتغلش هتشوف انا هعمل فيك ايه يا سلطان. اهو التلفزيون اشتغل، حظك حلو، ربنا نجدك من تحت ايدي. يلا اياك بقى اشوفك تمسكه ولا تشغله تاني. من غير ما تقولي يا ماما، انا مستحيل اشغله اصلا، بس افتكروا ان انا حذرتكم، انتوا كمان محدش يشغله. لو شغلتوه بقى يبقى انتوا براحتكم، انا عملت اللي عليا. بس مالكش دعوه مالكش دعوه، يلا روح على اوضتك يلا. ياه، ده انا كنت عطسانه قوي. مش عارفه ليه احنا مش اغنياء. لو كنا اغنياء كان زماني دلوقتي عندي تلاجة بتاعتي بلايفت في الاوضه مليانه بقى ميه ساقعه وعصير وحاجات حلوه. هو في ايه؟ ايه الصوت ده؟ هما سايبين التلفزيون مفتوح اكيد صح؟ لا مفتوح ايه؟ ما انا لسه جايه من اوضه ماما وكانوا نايمين بيسخروا هي وبابا والتلفزيون مقفول. لا مش مفتوح. انا باين عليا بخلف. انا احسن حاجه اطلع انام بسرعه. لا لا، انا كده مش بخلف. لا، الصوت جاي فعلا من هنا. هو في ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ده اكيد مقلب. اكيد مقلب من الواد سلطان اللي لسه عامل فيا مقلب. انا عارفه كويس، عارفه الحلقات بتاعته. سلطان اطلع بقى وبطل بقى اللي بتعمله ده يا سلطان. يا سلطان بقول لك انا خايفه. انا خايفه بقى بقول لك. خلاص ده مش هزار يعني، خلي عندك دم شويه. ايه ده؟ ده في بنت قاعده بتعيط بجد. مين دي؟ انت مين؟ سلطان! ساعديني ساعديني. سلطان! الحقني! سلطان اصحى اصحى يا سلطان، ابوس ايدك الحقني يا سلطان اصحى. في ايه يا زئرده بقى؟ في ايه؟ طيب قوليلي. مش هتصدق يا سلطان ان انا شفته. انا شفت بنت قاعده تحت يا سلطان وعماله تعيط كده وهدومها مقطعه وعماله تعيط يا سلطان وتقول لي ساعديني. ايه؟ انت شفتيها انت كمان يا زئرده؟ يعني انا ما كانش بيتهيألي انت شفتيها زيي. شفتيها زي؟ يعني انت كمان شفتها؟ شفتها، انا كمان شفتها. طب مين دي وهنعمل ايه؟ احنا لو حكينا لحد ما حدش هيصدقنا يا سلطان. اكيد ما حدش هيصدقنا. بقول لك احنا لازم بكره نروح للراجل اللي باع لماما وبابا التلفزيون ونعرف ايه حكايه التلفزيون ده بالظبط. ماشي. انا هفضل صاحيه لحد الصبح مش هنام. بقول لك ايه، حضرتك قول لنا دلوقتي حالا ايه حكايه التلفزيون، والا هنبلغ عنك ونوديك في 60 داهيه. في ايه؟ في ايه بس يا استاذ؟ ما بالراحه يعني، ماله التلفزيون؟ التلفزيون ده فيه حاجة غلط، وفي بنت صغيرة بنشوفها في البيت وكانت بتظهر في التلفزيون، وانت اكيد عارف الحقيقة. يلا قول لنا بسرعة الحقيقة. يا نهار ابيض، هي ظهرت لكم انتوا كمان؟ طيب انا هقول لكم على كل حاجه بصراحه. بصوا، التلفزيون ده جالي من بيت كده في المدينه، قريب من المحل، ومن وقتها كل اللي بياخده بيجي يرجعه ويقول الكلام اللي انتوا بتقولوه ده، وبيقولوا ان كان في بنت محبوسه في البيت هناك، وان اللي كان حابسها حد من اهلها، وانها ماتت وهي محبوسه في الاوضه، وفي الاخر عفريتها طلع ولبس الراجل وكل حاجه في البيت، والحاجات كلها اتباعت وجالي منها بقى التلفزيون ده. والحل الوحيد علشان اللعنة دي تروح ان البيت اللي فيه روح البنت ده يولع كله، بس محدش راح حرقه. كله بيخاف علشان البيت مسكون. بيت مسكون وروح شريرة؟ طب طب ادينا عنوان البيت ده بسرعة، انا عايز العنوان. يدينا ايه يا سلطان؟ انت بتفكر في ايه؟ بفكر في اللي انت فهمتيه يا زئردة. يلا يا عم ادينا العنوان. انا كنت حاسة ان نهايتي هتبقى على ايدك يا سلطان.
ما يلا اتحركي يا زيريدة، مالك وقفتي كده ليه؟ يلا يلا خلينا نخلص ونمشي بسرعة. ما انا خايفه قوي يا سلطان. ما انا قلتلك خليكي في البيت، عملت فيها المفتش كرومب وصممتي تيجي معايا، يبقى تسكتي خالص وتمشي ورايا وما توترنيش، انا اساسا مرعوب. طيب خلاص انا همشي كويس اهو. واحنا هنعمل ايه؟ هنخبط على الباب؟ هنخبط على مين يعني يا زئردة؟ ما الراجل قال ان مفيش حد في البيت اصلا وان هو بيت مسكون. امال احنا جايين ليه يا سلطان؟ طيب يعني جايين علشان نحرق البيت يا زئردة. ازاي يعني وهو مسطون يا سلطان؟ يا بنتي احنا مش هندخل، احنا هنروح نفتح الباب ونحرق البيت ونجري على طول. هنروح نفتح الباب ونحلقه؟ يا سلام يا اخويا، هو انت ليه محسسني ان انت باتمان يعني؟ يوه بقول لك ايه، بطلي بقى كلامك السلبي ده واسكتي شويه وبطلي رغي وتعالي ورايا وانت ساكته. ماشي خلاص، انا سكت اهو لما نشوف اخرتها. خلص بقى انت المهمه الفظيعه دي وانا هستناك هنا، انا مش هتخلص من متاني. ده انا هاجي اجيبك من زعرورتك. يا نهار مش طالع له شمس. الحق البت اهي يا سلطان، البت اهي قاعده قدامنا وبتعيط. يلا احلق البيت بسرعه احلقه. مش قادر، حاسس ان ايدي بتترعش، مش قادر، مش عارف. يا نهار مش سيد داي دلوقتي، ايدي لا تسلل يا سلطان. انت داي تتسلي دلوقتي، احنا لازم نخلط من هنا بسرعه. الحق يا سلطان الباب مش عايز يتفتح. ايه ده؟ في ايه؟ انت مش كنت لسه بتعيطي دلوقتي؟ زئردة دي باين عليها شريرة وهتموتني. انا مش عايزة اموت هنا، مش عايزة اموت هنا. مش عايز تموت هنا ايه يا سلطان؟ يعني ده على اساس ان في اوبشنز، يعني في اختيارات يعني يا سلطان. احنا هنموت. انت مش شايفه بتعمل ازاي؟ اتسهد بسرعه يا سلطان. اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله. سلطان، زئردة، اجروا اطلعوا بره البيت بسرعة، انا فتحت لكم الباب، يلا اطلعوا بسرعة. بابا انت جيت هنا ازاي؟ مش وقته يا زئردة، يلا ابعدوا عن البيت بسرعة، يلا سلطان خد اختك وابعد عن البيت بسرعة. انا مش مصدق يا بابا ان انت جيت في الوقت المناسب، احنا خلاص كنا هنموت يا بابا لو ما كنتش لحقتنا، بس انت عرفت مكاننا ازاي؟ سمعتكم وانتوا بتتكلموا الصبح ومشيت وراكم، والحمد لله ان انا لحقتكم. يلا بقى ابعدوا دلوقتي حالا عن البيت علشان لازم اولع فيه.